يا صباح الفل او مساء الفل على حسب ما بتتفرجي على الفيديو. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. بجد يعني بجد وحشتوني جدا، وميرسي قوي على الناس اللي دخلت الجديدة، وميرسي قوي على الناس اللي علقت واللي عملت لي لايكات واللي شاركت الفيديو. بجد ميرسي ليكوا جدا، وبجد بحبكوا جدا، وكمان انتوا بتشجعوني ان اعمل فيديوهات تانية. بس وعاوزة اقول لكم يعني بقى لي فترة ما نزلتش فيديوهات، كل مرة يعني في الاسبوع مرة على حسب يعني ما وقت بيفضى ما انزل لكم فيديوهات. بس بجد وحشوني جدا وبتشجعوني بجد، فعلا بجد بجد فعلا بتشجعوني. انا بعتذر فعلا عن بشاعة المنظر على البوتاجاز، بس اهو بقى يعني مش عارفة يعني اقول لكم ايه، بس بجد هو بس في ناس حبت تعرف الخلطة بتاعة البوتاجاز. سبناه شوية يعني عشان الناس تعرف بس اللي احنا بنعمله في خلطة البوتاجاز ايه. بس عشان الناس بقى لو عندك بقى البوتاجاز بيوصل للمرحلة ديت عندك، لا انتي كده كده او كده برضو هيرجع زي اكنك جبتيه جديد زي ما هو. الخلطة بتاعتنا هوريها لكم، وبجد يا رب تفيدكم زي ما هي يعني احنا مستفيدين منها يعني. وبجد حلوة جدا، ويعني عايزة اقول لكم بجد حلوة فوق ما تتخيلي. انا هنا ما كملت يعني يعتبر بالظبط كملت نص ساعة بالظبط. هنا الاول حطيت ملح ليمون في كل ركن، ملح ليمون في الاول يعني، لو هتلاحظوا من بداية الفيديو حطيت ملح ليمون. بعد كده حطيت بيكنج صودا او كربونات الصوديوم، دي او ديت على حسب ما بتجيبيها من المحل او حسب الحته اللي انت بتجيبي هي دي او دي. بعد كده جبت صابون، حطيت في كل حته شويه. وعايزه اقول لكم يا جماعه انا ما خد يعني يعتبر نص ساعه بالظبط. آه يعني بالظبط صدقوني يا جماعه، مش يعني مش عايزه احلف، بس فعلا بجد يعني نص ساعه والبوتاجاز كان فعلا منور. هنا برضو حطيت خل، يعني ملح ليمون بيكنج صودا خل. وحطيت برضو سيترس اللي هو معروف برضو في السوق، اهو حطيته. بس هنا بقى بعديها بقى نسيت بقى احط ليمون، يعني انا كنت كل مره احط ليمون، بس هنا المره دي نسيت احط ليمون. برضو حلو. معلش الكاميرا يا جماعه، ما خدتش بالي من كتر ما انا مندمجه في الموضوع. بس بجد سيترس برضو بيعمل حلو جدا. انا عايزه اقول لكم يا جماعه في ناس بتسخن البوتاجاز، انا ما سخنتش البوتاجاز ولا سخنت عيون ولا سخنت اي حاجه. يا دوبك عملت واشتغلت على طول، ما كملتش نص ساعه والدنيا ظبطت معايا وبقت حلوه وتمام. بس بجد لا فعلا البوتاجاز نور، هتشوفوه على اخر الفيديو هتلاقي البوتاجاز منور فعلا. انا هنا يعني هنا شلت الحاجه اللي على دوت. دي اسمها ايه يا جماعه؟ انا نسيت اسمها. شلت الحاجة ديت عشان خاطر اللي فوق كان نضيف شوية، تحت هو المدعوك شوية، الدنيا متبهدلة شوية. عايزة اقول لكم الاسعار فعلا فعلا شوية عالية جدا. انا كنت في شبرا اليومين اللي فاتوا، الاسعار هناك في شبرا حنينة شوية. آه، اللبن فين؟ في العابد، لو تعرفوا سوق العابد في سوبر ماركت العابد اللي هو في شبرا ب22 جنيه. على مقارنة الأسعار اللي عندنا في المنطقة غالية. بجد أنا استغربت يعني لما روحت هناك، بقالي فترة ما روحتش، بس لما روحت هناك ولقيت بصوا دي أنا جبتها، دي بكام؟ ب17.5. بس دي جبتها ب17.5، دي حبيت يعني أجيبها وأجربها. بس السلك يعني اللي هي أقول لكم السلك أحسن من دي. هي يعني بصوا عايزة أديكوا كام في المية منها، يعني كام درجة منها او كام في المية. ممكن اديكي 70%، او من 50 ل70، مش اديها اكتر من كده. بس انا مجربتش اللي هي
اللي عامله زي السلك. تمام، هي عامله زي السلك، بس هي بتنضف، بس هي عايزه تنظيف ايه بقى، خفيف، مش عايزه تنظيف الجامد. ممكن السلك اللي تعملك تنظيف جامد. انا ما جربتش السلك، هي كانت في سلكه وفي منها دي. انا حبيت اجيب دي واجربها، قلت ايه اشوف ايه النظام. هي بتنضف بس من 50 ل70%. هي حلوه بس مش هتنضف لك الجامد قوي يعني، مش هتشيل لك كده دوت. عايزه اقول لكم اللي انا اشتغلت على طول يا جماعه، ما سبتش، ما قعدتش. في ناس بتسيبه، لا انا ما سبتش يعني، ما سبت، ما حطيت الحاجه. اشتغلت على طول. بس هي المنظر فعلا كان فظيع يا جماعه، اعذروني بجد، حقكم عليا، بس على حسب ما بنفضى يعني. وانت عارفين بيوت العيله يا جماعه يعني، كتر خير الناس اللي بتعمل، وكتر خير الناس كلها صراحه. بس جبت ديت قلت اجربها. هي بص، بتحط الصابون من فوق وتقعدي تدوس عليها، بس هي من ناحيه ان انت بتنزلي الصابون بقى، بتنزل بالعافيه، الصابون بينزل بالعافيه، حتى لما تدوسي عليها بينزل بالعافيه. بس انا بقول لكم عشان كده بقول لكم تديها من 50 ل70%. ومن ناحيه بتنظف بس مش التنظيف اللي انت يعني مش البشعه اللي ديت، لا دي عايزه سلكه معاكي. يعني في منها السلكه اللي انا بعمل بيها ديت، بدل الدورية اللي تحت ديت، الريش اللي تحت، في منها السلكة. ب17.5 انا جايباها، بس هي بتنضف، بس هي عايزة تنظيف الخفيف، مش عايزة تنظيف الجامد. هي حلوة في ايه، اللي هي مش ممكن السلكة ممكن غصب عنك انت وبتعملي ممكن تدوسي على حاجة. اما دي بقى عشان انت بتمسكها من فوق، لا يعني بتجيبي الحاجات اللي يعني الحاجات الصغيرة قوي، انتوا فاهمين، عايزة اقول لكم الحاجات الصغيرة ما بين البنين دي حلوة فيها في كده يعني. يعني الحاجات اللي مكنتش بعرف اجيبها كنت بدعكها بالجامد، بس بتيجي. بس وهنا بقى ظبطت الدنيا، وبجد يا جماعة الدنيا نورت في الاخر. عايزة اوريكم المنظر في الاخر. بس بقى لما في اخر الفيديو هوريكم المنظر، فعلا المنظر يختلف. هنا بقى خلصت بقى، ده اول شوت يعني، اول منظر يعني. ده لما خلصت، بص بجد تفرق. بص بقى من اول الفيديو لتاني الفيديو، بجد يختلف تماما. بس بقى ونزلنا بقى في شبرا عند سوق العابد. لا الاسعار بتاعته حلوه، ولا بين رخيصه قوي ولا عاليه قوي، بس بصراحه يعني لا كويس، حاجاته حلوه. وكمان هتلاقي فيه كل حاجه، هتلاقي فيه كل حاجه. وطبعا في سوبر ماركت كتير، وفي الناس المحلات اللي في الشارع. وكمان في شفت هناك يعني مش فاكره الاسم قوي، في هناك حد بيبيع لحمه برضو في شبرا. الاسعار بتاعته حلوه، متخصص للحمه بس. بجد حلوة جدا يعني، الأسعار بتاعته حلوة على مقارنة الأسعار اللي في المنطقة عندنا. لقيت هناك الأسعار حلوة، واللبن سعره حلو، وكرتونة البيض هناك سعرها حلو. المنطقة بقى أنا عندي بقى هناك كرتونة البيض بتتباع ب150 جنيه، 153 أو 154. أنا قلت لأ بجد أنا هروح أشتري من عنده. ده في الشارع عندنا. بس ده بقى بيقول، بس ده فتح من زمان قوي يا جماعة، عايز اقول لكم ده فتح من زمان قوي. بس بجد لا، إيه الاسعار دي. اكياس الرز عنده، كيس الرز ب30 جنيه الشق، مش ب30 جنيه بالظبط، ممكن اقل 29 جنيه ونص. هي شكارة الرز 10 أكياس، لقيتها بكام، ب295 جنيه بالظبط، 295 جنيه بالظبط. اسمها على 10 أكياس. بس هتلاقي بقى الدنيا هناك يعني لقيت هنا في المحل أسعاره حلوة. ده كيس الرز. اما السكر صراحة في المحلات مش بلاقيه كتير، غير في الحاجات الحكومية اللي بلاقيها بسعر اللي هي ب27 جنيه. اما الرز ممكن متوفر في المحلات كلها، اما السكر لا، ساعات قليل اوي لما بلاقيهم ب27 جنيه في المحلات العموم. بس بالنسبة بقى للحاجات التانية، كرتونة البيت لقيتها ب153 154 على المحلات التانية. يعني على حسب، بصراحة انا ببص هنا وببص هنا وببص هنا،
بشوف الدنيا ماشية ازاي، بشوف السعر، وكلنا يعني بنشوف الفرق ايه قد ايه. يعني ممكن مش يعني لو مش فرق جامد يعني 20 جنيه 30 جنيه، يعني لو فرق بسيط بنجيب، بس لو فرق جامد لا بنروح للرخيص، معروفة على الناس كلها. طبعا انا نسيت اقول لكم، لو اول مره تشوفيني، انا نيفين، بعمل فيديوهات روتينات في البيت، بعمل روتين في سكين كير، في سكين هير، على حسب ما بيجي الفيديو قدامي، بس هنا على خلصت حسب بقى يعني الحاجه وظبطت اللي بتعجبني الدنيا، وفضلتش بنزلها بقى لكم، غير الحاجات بديكوا البسيطة بقى افكار وانا ديت. باخد افكاركم. بتاخدها بقى كلنا بنستفاد من بعضينا. بالسيليكون اللي انا جبتها لو اول ديت. مره تشوفيني انا بجد برحب يعني بيكي، هي بقول لكم السيليكون ديت وسعيده انا ان انت عاوزة بتتفرجي على ايه فيديوهاتي، الحاجة البسيطة، مش عايزة وبستنى منك الحاجة كومنت الجامدة. حلو منك او يعني او تعليق، بس وهنا وبتشجعوني بقى بجد، ظبطت وبجد الاداء، بحبكم هنا بقى جدا. حطيت كل اللي الصابون بيدخل تاني، بجد وعملت تاني من اول برحب بيه وجديد برضه، وبشكره عشان لو ما كنتش جدا. شايفة حاجة تحت الحاجات اللي احنا كنا وبجد ربنا شايفينها دي في يخليكم الاول. الاول. باخدها بقى طبعا لازم تشوفي بقى بس بايديكي، هنا ولازم خلصت بقى دي تشوفي تاني بقى شوط تشوفي بقى، الدنيا وما ماشيه ازاي. عملتش تاني صراحة. حتى الصاجه اللي فوق ديت افتكرتها، هي الصاجه اللي فوق دي انا ما عملتهاش يعني خالص غير بس في الاخر خالص، عشان كنت حاطاها صراحه ورق المونتين، كانت الدنيا كانت بسيطه شويه. هو البوتاجاز كان العيون كانت مدعوكه شويه، بس انا ما رضيتش اعمل العيون. العيون هعملها لكم في فيديو لوحده، عشان خاطر عشان خاطر تشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. بس زي ما قلت لكم كده، ما هعمل لكم العيون الفيديو ان شاء الله اللي جاي، هعمل لكم العيون على طول. انا كده كده عملتها، بس يعني منزلها لكم الفيديو لوحده عشان الدنيا كانت طويله شويه في الفيديو، عشان بس تشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. وكمان ليها موضوع غالي بقى، وعايزه اوريها لكم. بس وعايزه اقول لكم ان انا هنا البوتاجاز انا فعلا ما سخنتهوش خالص. في ناس بتسخن البوتاجاز كامل الفرن عشان خاطر تسخن الفرن بالعيون عشان الدنيا تبقى سهله معاه. انا فعلا ما سخنتش هنا حاجه، انا يا دوبك ما سبت ما حطيت الحاجه، ما سبت يعني ما سبت ما عملت على طول، يعني ما خدتش وقت. بس بالعكس يعني كمان لما بتسخن البوتاجاز وعيون الفرن والعيون البوتاجاز، لا هنا ما بتاخديش وقت كمان، بتبقى يعني انا عملت في نص ساعه، انت ممكن تاخديه في 10 دقايق او في ربع ساعه. بس والدنيا بسيطة هنا يا جماعة، الدنيا مش صعبة قوي. بس انت عايزة ايه على طول تحط ايدك فيه اول باول. بس انا يعني اعذروني بجد على بشاعة المنظر من الاول. و بس في ناس كانت حابة تعرف الدنيا ماشية ازاي، انا بوريها لهم. بس وكل البيوت فيها يعني، وكل البيوت مع يعني في ناس بتشتغل شوية عن البوتاجاز. احنا برضو نفس الوضع يعني. تعالوا بقى اقول لكم بقى في موضوع بقى ايه، يعني ممكن نكمله المره الجايه في الحلقه يعني اللي في الفيديو اللي جاي. عايزه اقول لكم في الاسعار بقى بتاعت ايه، بتاعت الهدوم. عايزه اقول لكم يا جماعه، الهدوم والشنط والجزم والشوزات كله يا جماعه نزل النص، نزل النص. الشوز اللي كان ب1700 جنيه نزل بقى 800 جنيه و900 جنيه و600 جنيه. يعني عايزه اقول لكم بجد، اللي هينزل ينزل دلوقتي. فعلا فعلا اللي عاوز ينزل ينزل دلوقتي يا جماعة. الأسعار فعلا حلوة جدا ومناسبة، وممكن تجيبي حاجتك الحاجة دلوقتي وتشيليها ليكي في العيد الجاي. يعني حلوة جدا إذا كانت بقى بنتك بتتجوز، أي ابنك ليه في الكلية في الشغل بتاعه، أي حاجة بجد. يعني أنا بنزل ساعات في الأيام السيل ديت، بجد فعلا الأسعار فعلا حلوة جدا. ونفس الحاجة هي اللي كانت ان انت عايزة تجيبيها في وقت العيد، هتلاقيها هي. بس هو ممكن تلاقي منها قطعة قطعتين على حسب المحل. بس بقول لكم يا جماعة، فعلا فعلا الأسعار من نص. يعني أنا كنت نازلة أجيب بوت، السعر كان بتاعه ب1700 جنيه، لقيته بكام؟ لقيته ب800 جنيه أو ب600، من 600 ل800، مش فاكرة كام بالظبط. من 600 ل800. بس بجد فعلا يا جماعة الأسعار فعلا النص ده. هتكلم بقى في الموضوع المرة الجاية، وهنقول لكم الأسعار يعني الأسعار ازاي. بس وهقول لكم بقى الأسعار الدنيا بتاعت اللي هي المناطيل الجينز، الجواكت، الكوت يعني.
او اي حاجة يعني هنتكلم فيها بالنسبة للاسعار بقى بتاعة الهدوم. بس هو عاوزة اقول لكم تاني، انت لو اول مرة تشوفيني، انا اسمي فين، بعمل فيديوهات في البيت عادي، وروتينات في الشعر والسكين كير. بس يا جماعة، هو يا جماعة بصوا الدنيا اتظبطت ازاي، والمراية نورت، وبصوا غسلت بقى العيون بقى وظبطت الدنيا. تفرق كتيرة، وتفرق كتير بجد. بصوا الدنيا لمعت ازاي، بجد بجد تختلف كتير. الحرق ده يا جماعة، الحرق ده مش هيروح، لو عملت ما هيروح. ده صاج يا جماعة. بس لو تشوفوا في اول الفيديو اللي فات قبل كده، ده خف شوية كمان، خف شوية جدا، عشان ده اصلا صاج، والصاج ده اصلا مش مهما تعملي فيه مش هيطلع.